النهارده هنعمل مع بعض طريقه الجلاش، اللي هو بيقول عليها كيكه الجلاش. طعمها حلو جدا. ولا بقى تقطعي ولا ترصي ولا تعملي اي حاجه. هي شبيهه للطريقه اللي هم بيقولوا عليها المكشكشه، اللي انت بتقعدي تبقى تتني فيها وتعملي فيها. لا، دي سهله جدا وبسيطه جدا. بتتسقب بحاجات كده حلوه قوي، هتخليها طعمها جميل جدا. احنا هنبداها مع بعض دلوقتي. نسمي الله. يا ريت لو اول مره تشوفي الفيديو يا ريت تعملي لي اشتراك عشان تشوفي معايا كل جديد. ونسمي الله ونبدأ مع بعض. دي كده ورق الجلاش. بصي اهي الورقه اهي، معملش فيها اي حاجه خالص غير اننا بنروح عاملينها كده اهو، كشكشينها كده، حاطينها. احنا حاطين ورقه زبده في الصينيه عشان احنا حابين ان احنا نطلع الصينيه زي ما هي كده، نطلعها زي التورتايه ونوريها لكم. شكلها حلو جدا. اهي طلعي ورقه ورقه كده زي ما قلت لك كده اهو، تمسكيها كده تكشكشيها جامد عشان يعني متبقاش عامله عجينه. لا، احنا هنخليها كده مورقه، خليها مورقه كده زي ما انت شايفه كده. شايفه سهله جدا جدا. انا عملت معاكم برضو طريقه المكشكشه، بس صعبه يعني، بصراحه صعبه شويه. بتقعدي تتني بقى كل ورقه كده، بتتنيها زي المروحه، وبتكوني دهنها حاطه فيها دقيق سميد اللي هو البسبوسه، وبتحط عليها كاستر وبتحط عليها لبن، تسقيها برضو بعسل. نفس القصه ديت بالظبط، بس دي بقى سهله جدا. ولا تدهني سمنه ولا تقطعي ولا هتتعبي خالص خالص. عندك ورقه جلاش حتى لو الورقه قديمه في التلاجة عندك بقالها كام يوم، وخايفه ان هي مثلا مش هتعرفي تفرديها تعملي بيها حاجه، لا، اعمليها بالطريقه ديت، سهله جدا هتعجبك. سهله جدا جدا. زي ما الورقه كده تطلع معاكي هتعمليها. قطعت بقى منك، كانت عندك في الفريزر، متخافيش خالص، تطلع معاكي جميله جدا. منتهى السهوله، بسيطه، مش متعبه خالص. انا بعمل بسرعه عشان اوريكم ان هي سهله مش صعبه. شوفي انت بقى لو انت بتفردي ورقه الجلاش دلوقتي وتعمليها تدهنيها سمنه، شوفي كنت هتاخد معاكي بقى ايه وقت قد ايه، تقعدي فيها وقت كبير جدا. بالطريقه ديت متاخدش معاكي وقت خالص. يعني انت تجيبي ورقه الجلاش، هي تعمل لك صينيه حلوه. زي ما انت شايفه كده، احنا عملنا هيت مع بعض، ما خدتش وقت مننا خالص. هنبدا بقى ان احنا نعمل لها التشريبه مع بعض. زي ما انت كده نغذي بس كده، نغذيها كده بالسكينه عشان التشريبه اللي احنا نحطها تبدا تخش فيها. نبدا بقى نعمل مع بعض التشريبه اهي. التشريبه دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كوبايتين لبن، كوبايتين من اللبن، نص كوبايه سكر مطحون. يعني حابه تعملي مطحون ماشي، مش حابه ممكن تعملي عادي، بس انت هتضطري انت تقلبيه شويه كتور، لكن انت تعملي كده مطحون يبقى حلو اهو. تعملي معلقتين الكاستر. الكاستر ده بيبقى اكياس كده او برطمانات، بتشتري الكاستر دوت. حطي معلقتين، حطي معلقتين من الكاستر. السكر احنا كنا بنحطه بقى، تقلبي كده كل المكونات كده مع بعضيها. معانا كمان نص كوبايه من السمنه،
حابه تحطي معاهم شويه زيت ماشي، حابه تعملي سمنه بس تحطي نص كوبايه، تكوني مسيحاها شويه بس مش سخن طبعا عشان ما تقطعش اللبن. طبعا السكر طحنينه عشان ما ياخدش مننا وقت ويدوب بسرعه. نبدا بقى ان احنا نسقيها مع بعض اهي كده، كل الجلاش كده نسقيه مع بعض. حاولي ان انت تخليه كله يشرب من التشريبه اللي انت عاملاها ديت الجميله ديت، بتخلي صينيه الجلاش طعمها تحفه. اهي عملناها مع بعض كلها، سقيناها بالتشريبه اللي قلتلك عليها. هنكون طبعا مولعين الفرن على درجه 180، هنحطها في الفرن وما تطلع هنسقيها مع بعض بالشربات وهنشوفها مع بعض. دلوقتي عملنا الجلاش مع بعض زي ما انت شفتي الطريقه معايا، طريقه بسيطه جدا. عملنا الجلاشه زي ما انت شايفه كده، بنحطها بنرصها رصه سهله جدا وبنسقيها اللي احنا سقيناه الكاستر واللبن. طريقتها سهله جدا، يا ريت كنت تشوفي الفيديو من اول لاخره عشان خاطر تشوفي كل حاجه سهله. احنا دلوقتي طلعناها من الفرن، نبدا ان احنا نسقيها العسل اهو مع بعض. سهله جدا جدا، مش هتاخد منك وقت خالص، طعمها تحفه وريحتها وهي خارجه من الفرن، ريحتها وهي خارجه من الفرن ريحتها حلوه قوي. يلا اعمليها وجربيها وان شاء الله هتعجبك. ويا ريت تعملي لي، ما تنسيش تعملي لي اشتراك عشان تشوفوا معايا كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.